يا صباح العسل يا صباح السكر على حبايب قلبي انا. وحشتوني 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 من اخر فيديو كنت بكلمكم، وحشتوني كتير كتير كتير. يا ان شاء الله يا رب ما تحرم منكم ابدا يا رب، ويخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. حبايب قلبي بداية كده نصلي على النبي يا حبايب قلبي، وتدخلوا تعملوا له اشتراك في قناتي المتواضعة دي. بحبكم كتير قد الدنيا كلها. النهاردة انا هعمل يوم مختلف جدا جدا. هعمل روتين بسيط والله وسهل، بس للبنات اللي هي مش عارفة، والستات البيوت اللي على دماغي من فوق، اللي هم عارفين الأكلة دي والخبزة دي على دماغي من فوق. بصي يا حبايب قلبي، انا النهارده كنت عايزه اعمل اكله بعيش كده النهارده، وكنت قلت اعمل بقى عيش سخن كده النهارده. والعيش السخن ده اسمه عيش القمح او عيش الغله زي ما بتسموه عندكم، للبنات اللي مش عارفاه. المهم عيش الغله ده يا بنات ما بيتاكلش غير بالطعميه والشويه باميه كده متسبكين بحته دهنه كده، انما ايه عسل، يا اما بجبنه حادقه. المهم الاكله دي بتبقى جميله قوي يا بنات. بصوا يا حبايب قلبي، انا النهارده بدايه كده قمت من النوم، طبعا اللي هو فطرت، عملت سندوتش كده على المشي وكوبايه شاي. وايه قلت اما اعمل اجهز للغدا بتاعي، لان اليوم كان هيبقى طويل عشان في خبيز وكده. بداية كده يا حبايبي قلت اما اجهز بقى الباميه قبل ما اعمل العجين بتاعي. ضربت شفشق طماطم حلو كويس جدا كده، وجبت بصلايه وايه، وقمت مخرطاها بمعلقه سمنه بحته دهن واتشوحت. وجبت فص توم، راس توم، وايه مع قرنين فلفل، وضربتهم في الكبه كويس جدا وفرمتهم. وبعد ما البصله اتشوحت شويه نزلت بالتومه، شوحتها برضو شويه. وكنت صفيت الطماطم ونزلت بها وسبكت شويه، وقمت حاطه الباميه وزودتها شوربه من بتاعه اللحمه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. وبعدين هديت عليها تتسبك، وكان في حتت دهن في الشوربه كده، طلعتها حطيتها في قلبها وسبتها بقى على نار هاديه. وحطيت التوابل بتاعتها طبعا، ملح، وخففي الملح عشان لما تدوقي الشوربه الاول بتاعتك كده. وبعد كده يبقى زودي زي ما انت عايزه، وشويه فلفل اسمر، وهديت عليها وسبتها تتسبك. ونزلت علشان اعجن العيش الغله او عيش القمح يا بنات اللي انا بقول لكم عليه. العيش دوت بيتكون من ايه؟ ان انت بتجيبي الدقيق عادي وبتنخليه دقيق وخميره وميه بس، ما بتعجنش بلبن زي الرقاق ولا اي حاجه. وبتبقى العجينه بتاعته مرقه شويه علشان بيترح، فاهمه؟ بيتفرد على المطرحه زي ما انت هتشوفي في الفيديو. المهم يا بنات، انا عملت الخميره، جبت الخميره وحطيتها في شويه سكر وركنتها في جنب لحد ما هي بدأت تخمر معايا كده. وبعد كده نزلت عليها على عجين بعد ما لميت الدقيق زي ما انت شايفه كده. والعيش ده يا بنات ما بتعجنش، انت بتتوهي الدقيق بس كده بايدك. وبعد كده بتعملي بتشربيه ازاي؟ زي ما انت شفتي، زي ما انت شايفه بالظبط قدامك كده. وكل ما انت حاسه ان هو يابس معاكي، لسه العجينه معاكي تخينه كده او جامده معاكي زي ما انت شايفاني بعمل كده، هو ما بتعجنش يا بنات. وبتفضلي من اول ما بتعجني لاخر ما بتسيبي ايدك بيفضل في ايدك عجين، ده بيبقى غصب عنك لان هو بيبقى مرق. يعني العجين ده بالذات او العيش ده بالذات، ما تقوليش مثلا انا هفضل اعجن فيه لحد ما العجينه تسيب ايدي، لا. لا، هو ما بتفضل العجينه في ايدك كده لحد ما بتخلصيه عجين برضو زي ما هو كده. وبتفضلي بقى تعملي فيه زي ما انا بعمل كده. ماشي. في حاجه اسمها زي الطبه كده يا بنات، اللي الستات البيوت اللي الكرام اللي على دماغي وجزمتهم على دماغي من فوق، هم اكيد عارفين اللي انا بقول عليه ده. بتفضلي تعملي تضربي في العيش كده وايه، وتعملي زي ايه، زي ما انت شايفه كده. وبتطبي، اسمها بطب العيش. دي طبة العيش. اجدادنا وامهاتنا والناس بتوع زمان البساط الكرام، والله العظيم اللي ربنا يا رب يبارك في اعمارهم ويدوم الصحه يا رب، ويرحم امي وموتى المسلمين اجمعين. هي عارفه او هم عارفين الطبه بتاعت العيش الغله دي يا بنات بتبقى بتخلي العيش ناعم، وبتبقى بتخلي العيش جميل، وتحس ان هو انت ما تيجي ترحيه في المطرحه بتاعتك بيبقى مريح، وما بيبقاش متعب ولا اي حاجه، وبيبقى مسهل عليكي الامر. هي بتبقى عجينته زي ما انت شايفاها كده، بتبقى سايله، او بتبقى مش مرقه قوي ومش يابسه قوي زي العيش اللي هو التاني بتاع اللي هو العيش البط، بتاع العيش بتاعنا العادي اللي انا برضو هعمله معاكم في يوم تاني. المهم انا هنا غطيت العيش، وسبته علشان يخمر. وطلعت قلت اما اطلع اشوف الباميه بتاعتي الجميله عامله ايه. لقيتها ما شاء الله بدات تلف معايا، وشكلها يا جماعه تحفه، ولونها وطعمها والله العظيم ما شاء الله. المهم هنا كنت طبعا العجين ده خمر بعد ساعه يا بنات.
بس علشان طبعا الفيديو جاي ورا بعضه. انا هنا كنت بنخل الرد علشان اقرص او اقطع العيش بتاعي. فانا كنت بنخل الرد زي ما انتم شايفين على الصينيه، وهبدا اخد كل قطعه. القطعه بتبقى كبيره شويه لان هو هيت آه، هي هيترح او هيتبطط. اللي مش عارف هيترح يعني على مطرحة كبيرة. والرغيف ده بتقسم بعد ما بترح وبتفرد، بتقسم لأربع تربع. هتشوفوا كل حاجة قدامكم زي ما الفيديو شغال كده. هتشوفوا كل حاجة أنا بعملها ازاي. انا هنا كنت مليت الطبلية هنا كده خلاص، وهبدأ اعمل صينية تانية. لان طبعا انت لازم وانت بتقرصيه عفوا او بتقطعيه، بتبعدي الرغيف عن التاني، لان هو طبعا بيبقى مرق شوية عن اي عيش. زي ما انت شايفاني انا مفردة كده، لان هو اما بيرفع على الصينية شوية او بيفضل على الصينية شوية. والعلم هو ما بتغطاش فاهمه يا بنات، ما بتغطاش عشان لو اتغطى هيلزق في المفرش اللي انت هتحطيه او كده. فبتسيبيه كده. وحتى لو انت حسيتي ان وشه بيقشف معاكي شويه، ايدك مع كوكا ميه وبتملسي على كل تقطيعه من العجين قبل ما تعمليها علشان ما يبقاش وشه مقشف. المهم هنا جبت المطرحة. الله يرضيها يا رب ويديلها الصحة. دي سلفتي. ربنا يا رب يبارك في عمرها وتفرح بأولادها يا رب. أنا ندهت عليها يعني عشان تساعدني في العيش، فهي بترح هي العيش زي ما انتوا شايفين. ربنا يبارك فيها يا رب ويديلها ألف صحة وعافية. وانا كنت قدام الفرن علشان انا كنت باخد منها وبزرق العيش وبخبزه. المهم هو العيش ده يا بنات لازم حد يبقى معاكي فيه، وممكن تعمليه لوحدك عادي. بس انا علشان كنت عامله كميه شويه فانا قلت لسلفتي تعالي. نعمه يا بنات والله بجد، يعني السلايف دول نعمه. اما يبقوا كويسين وحابين بعض ومرتاحين مع بعض، ربنا يا ربي يبارك فيهم بصراحة. لان يعني بصراحة يعني انا والله بجد انا ماليش اخوات بنات، وهم اللي طلعت بهم من الدنيا هم اخواتي وحبايبي وعزوتي. ما بيبقى عندي اي حاجة مثلا او لو في اي حاجة انا بميل على اي واحده فيهم. عمري ما في واحده فيهم اتاخرت عليا في حاجه. يعني انت دايما خلي علاقتك حلوه باللي حواليكي، مش شرط تكون سلفتك او حماتك او عمتك او اخت جوزك او اي حد ايا كان، او جارتك. لازم تبقى علاقتك حلوه معاها. اصل ما حدش واخد من حد حاجه يا بنات. الكلمه الطيبه والمعامله الحلوه مفيش احسن منها، ومفيش احلى منها بجد والله. اما كل واحد يعني محدش عايز حاجه من حد. المهم يا حبيب قلبي هنا انا كنت باخد منها وبزرق زي ما انتوا شايفين كده، وهي بتعمل في الرغيف اللي بعده على طول. فاهمين يعني ايه؟ انا بزرق وبدلها المطرحه وترجع هي تعمل تاني وانا اخد منها تاني وازرق. فاهمين؟ طبعا هو يعني المعامله مع العيش ده بتبقى صعبه شويه. يعني مش عايزه اقول مش اي حد يزرقه عادي، اي حد ممكن يزرق العيش ويقعد قدام الفرن عادي، بس للحفاظ يعني. المهم يا بنات عفوا على منظر الفرن بتاعي. هو جديد والله وكل حاجه، بس العرسه بتاعته هي بس ايه يعني خرمت شويه. فانا ان شاء الله كلمت واحد يجي يعملها لي. خد المقاس بتاع الفرن وعلشان يعملها لي، علشان هنا العيش الفرن كان بيقطع ليا العيش بتاعي. بس ما شاء الله يا بنات العيش طلع جميل 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 جدا والله، عامل زي الجلاش بصراحة. هو ده اسمه عيش الغلة يا بنات، بتباع في المخابز كلها. اي حد ممكن يخبز العيش دوت عادي، بس بيتعمل مدور عادي. وممكن انت تعملي وتقطعي تقطيعه صغيره فيه وتعمليه مدور زي بتاع المخابز او الفران اللي بيجي من بره، وبتعمليه برضو بيبقى جميل. انا بعمله برضو. انما انا كنت عايزه اعمله بصراحه اربع كده، الرغيف يجي اربع تربع زي ما انتوا شايفين كده. وبتسيبيه يبرد يا بنات، وبتحطيه في اكياس وبتشيليه في الفريزر، وبيبقى جميل جدا جدا جدا، وبيبقى طعمه تحفه بصراحه والله. وبتاكل مع طعميه وجبنه حادقه وايه وباميه، وبتبقى اكله جميله. هنا طبعا البطاطس زي ما انتوا شايفينها، انا كنت جبت بطاطس غسلتها كويس جدا وحطيتها في الفرن. البطاطس دي يا بنات ما اقولكوش عليها برضو. ستات البيوت الحلوين المحترمين اللي هم اكيد عارفين شويه البطاطس دي بتبقى جميله جدا جدا يا بنات، وبتبقى طعمها حلو. بتعملها بزبده كده وهتشوفوني برضو وانا بعملها. وده شكل العيش وجماله بعد ما طلع من الفرن وبعد ما برد. شايفين القعر بتاعه وشايفين الوش بتاعه، وقد ايه هو طري وقد ايه هو خفيف وجميل وطعمه تحفه.
بصراحة كانوا شوية عيش زي العسل، الله يبارك لها يا رب سلفتي، و... ويدوا كل واحد يا رب على قد نيته وعلى قد ما هو عايز، ويرضي كل واحد ويرزق الناس كلها يا رب. هنا كنت بوريلكم العيش قد ايه هو خفيف ازاي، ومهوش عجينة من جبوة ولا هو تخين ولا اي حاجة، بصراحة كان تحفة. شوية عيش زي العسل. انا هنا كنت خلصت، طبعا هم قالوا لي على طول عايزين نتغدى، فانا ما عملتش اي حاجه غير ان انا بدات اجهز في الغدا علشان يتغدوا. يا بنات انا جبت الزبده بتاعتي، الزبده اللي انا عملتها معاكم. انا ببقى عاملاها صوابع كده علشان اما بكون عايزه اي حاجه بطلع الصابع، بقوم حاطاه في الفول، في البطاطس، في اي كان يعني اللي انت عايزاه. المهم يا بنات هنا طبعا انا قشرت البطاطس كلها وهرستها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده ايه حطيت عليها مكعب زبدة، وحطيت عليها معلقة سمنة روابي كمان من اللي كانت عندي، وحطيت شوية ملح وشوية كمون وشوية فلفل اسمر، بس غير كده ما عملتش حاجة. وسبتها وهرست كله ببعضه وسبتها، ما شاء الله بتبقى ريحتها جميلة جدا وطعمها بيبقى زي العسل. وهنا كنت بغرف البامية بتاعتي. شفت البامية يا بنات وجمالها، والله العظيم يا بنات طعمها تحفة 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 بصراحة، حلوة قوي 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 بصراحة، جميلة جدا. وكان طعمها جميل. وممكن تعملي البامية دي وتعمليها في طاجن في الفرن. المهم يا بنات وهنا حطيت الأكل وألف هنا وشفا، وتعالوا اتغدوا معانا وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي بإذن الله. ومع ألف 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 سلامة يا حبايب قلبي، وبحبكم كتير. وادخلوا يا حبايبي اعملوا الاشتراك للقناة، وادعوا لي دعوة من قلبكم، وربنا يكبر بخاطركم يا رب. بحبكم في الله، وربنا ما يحرمنيش منكم أبدا يا رب العمر كله. مع ألف سلامة يا حبايبي.